السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب الإعلام العراقي نزار الفارس للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتعويض 5 ملايين جنيه من الفنانة رانيا يوسف، وذلك بسبب اتهامها بالسب والقذف والتشهير والإساءة لسمعته على خلفية النزاع المستمر بينهم منذ ظهورها المثير للجدل في برنامجه مطلع العام الجاري. منصة الدعوة التي قيمت ضد الفنانة رانيا يوسف عن مطالبة ب5 ملايين جنيه تعويضا عما بدر من الفنانة بسب وقذف وتشهير في حق الإعلام العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من اتهامها بالتحرش ومرورا بانتهاكها موسيقى الشرف للإعلامي. وأضافت الدعوة أن الإعلامي نزار الفارس بارك الفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات إطالتها بعد الحلقة التي استضاف فيها برنامجه مع الفارس، وما تلا ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ بأنها تتهم بالتحرش بها وإنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملا وتفصيلا كما ورد في صحيفة الدعوة، وعليها أن تنتظر حتى بيت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حق القانوني منها، واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكفاءة. وكشف الإعلامي نزار الفارس سابقا عن سبب تصعيد أزمته مع الفنانة رانيا يوسف إلى القضاء، مشيرا إلى أن تصريحات رانيا بحقه كانت مجرد محاولة للانتصال من المسؤولية وإلقاء اللوم عليه بعدما تلقت هجوما قاسيا من جمهورها. وأكد أن تلك القضية المرفوعة عليه من قبل رانيا تعد تشهير به، وأنه سيربح تلك القضية بالدليل الدامغ. وأتبع نزار الفارس مؤكدا أنه يملك فيديو صوت وصورة يؤكد علم رانيا بالأسئلة دون الاعتراض عليها، وأشار إلى أنها تحاول أن تلقي باللوم عليه للهروب من موقفها السيء أمام الجمهور بعد تصريحاتها الصادمة معه. وقام نزار بالفعل بنشر مقطع فيديو يؤكد سعادة رانيا يوسف من الحوار، وعلق عليه قائلا: رانيا يوسف آخر لقاء كانت سعيدة، وطلبت مني أعزمها على بغداد بعد اللقاء أكثر من مرة، وهي راضية جدا مني ومن البرنامج. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.